قال لك والله ان الكربونيه دي قادره ان هي بتعرف ترتبط. يعني ايه بتعرف ترتبط؟ انتوا عارفين ايه مقوله ايه؟ الست اللي على حق ما تقولش للراجل حلو. لا، هي دي ذره الكربون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. باذن الله هنبدا النهارده بجزء العضويه. طب ليه مش هنبدا بجزء الكيمياء العامه؟ عشان العضويه صعبه او بعبع الكيمياء زي ما بيتقال لنا؟ لا، خلينا متفقين ان ما بيقولش غير العضويه صعبه ده غير الشخص مع السلامه، اللي هو ايه، ما بيذاكرش، اللي هو شاف الحاجه من بره اللي هي صعبه خلاص ما بيدخلش فيها. ما تلاقيش طالب كويس او متفوق غير ان يقول لك ده الكيمياء العضويه دي اسهل حاجه. بلس يعني ان جزء لو الكورس كله هتاخده في اول حصه، لو انت دخلت صيدله او علوم هتاخده في اول محاضره. فالجزء ده مهم جدا ليك بعد كده. تمام تمام. طيب ايه برضو بيميزنا اللي احنا هناخد الكيمياء العضويه؟ اول حاجه، اول تقريبا درجات الكيمياء 27 درجه، 26 درجه العضويه الواحده، يعني نص الامتحان. وانت داخل متحمس، فانا عايزه يبقى نص الدرجات معاك. دي فكرتي كلها ان انا بادئه بالعضويه، وتبقى لام من معادلات وكل حاجه، ما يبقاش في حاجه واقعه مني. طيب هنبدا بمقدمه لذيذه كده عن العضويه باذن الله، الحصه التاسيسيه اللي هتنزل لكم مجانا. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه مقدمه لذيذه جدا في كتاب المدرسه، بيقول لك ايه؟ استخدم الانسان منذ القدم المركبات المستخلصة من الأصل المستخلصة من النبات والحيوان. مستخلصة من المواد زي النباتات زي الحيوانات زي أي حاجة. طيب زي إيه؟ زي عندك الخل، زي عندك العطور، زي عندك العقاقير، الأدوية. فالإنسان من زمان خالص، من ملايين السنين، كان بيستخدم المركبات الكيميائية، بيجيبها من النباتات، بيجيبها من الحيوانات، بيجيبها من أي حاجة، زي مثلا خل، عطور، كحول، عقاقير، أي حاجة. تمام، سكر، دهون، زيت، أي حاجة إيه من النباتات والحيوانات. طيب وعندنا هنا مثلا الفراعنة المصريين القدماء كانوا بيستخدموا، تعالى كده، وكمان عندك استخدم المصريين القدامى المركبات دي زي ايه مثلا؟ زي الصبغات، الأصباغ، وزي العقاقير. استخدموها في ايه؟ انت عندك الصبغة، المعابد اللي موجودة حاليا، مش دي كل الألوان اللي على الحيطة دي كان اللي عاملها الفراعنة؟ فبالظبط الصبغات كانوا بيستخدموها في تلوين جدران المعابد. طيب انت عندك الادويه، الناس الميته المتحنطه اللي احنا بنروح نشوفهم دول، كانوا برضو العقاقير كانت بتستخدم في تحنيط الموتى، ايمانا منهم ان هو ايه، بعد ما يموت هيرجع يبعث ويعيش تاني ويعيش حياه مستقره، والقصص الجميله اللي احنا كلنا عارفينها. يبقى احنا عندنا المواد والمركبات الكيميائيه بتستخدم من زمان قوي، يعني مش حاجه مستحدثه او مش حاجه جديده. طب ايه الجديد؟ والله الجديد ان جه واحد لقى الدنيا عايمه على بعضها كده وقال لا 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 لا، انا محتاج اقسم المركبات. محتاج ايه؟ اقسم المركبات. يعني جالنا عالم اسمه برازيليوس. ادي عندك برازيليوس اهو، خد بالك من الكلمه دي كده، خصوصا الثانويه الازهريه. برازيليوس ده اول من صنف المركبات. هو لقى الناس شغاله
كله على بعضه، مفيش يعني المركب ده حاجة بتميزه؟ لا. طب المركب ده حاجة بتميزه؟ لا. كله على بعضه، الشغل شغال وخلاص. قال لك لا، احنا محتاجين نقسم المركبات لمركبات عضوية ومركبات غير عضوية. محتاج تقسمها لإيه؟ مركبات عضوية ومركبات غير عضوية. طيب على أساس إيه بتقسمها التقسيمة دي؟ أكيد مش أي حاجة أي حد طلع في دماغه كلمتين هيطلع يقولهم، لأ. طيب على أساس إيه يا برازيلياس؟ قال لك والله أنا شايف إن المركبات اللي ذات أصل نبات أو حيوان دي مركبات عضوية. يعني السكر اللي جاي من قصب السكر ده أصل نباتي ولا مش أصل نباتي؟ أصل نباتي، يبقى ده مركب عضوي. وهكذا أي حاجة جاية من النبات والحيوان فده إيه؟ مركب عضوي. طيب المركبات الغير عضوية قال لك لأ، دي مركبات ذات أصل معدني. طب يعني ايه اصل معدني؟ يعني جاي من باطن القشره الارضيه، يعني زي الذهب مثلا، حاجه احنا مطلعينها من القشره الارضيه اهو، يعني بيستخرج من باطن القشره الارضيه. زي مين؟ زي الذهب مثلا. يبقى احنا عندنا كده مين اول واحد قسم المركبات وقال لك لا احنا مش هنسيبها وقال لك لا احنا مش هنسيبها لخبطتها كده؟ كان برازيليوس. ده اول واحد صنف المركبات لعضوي وغير عضوي. طب يا عم برازيليوس، العضوي على اساس ايه؟ قال لك اللي له اصل نبات او حيوان يبقى ده عضوي. طب الغير عضوي قال لك لا، ده بقى له اصل معدني. يعني ايه اصل معدني؟ يعني مستخرج من باطن القشره الارضيه. تمام. تمام. طب نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هل برازيليوس اكتفى بكده؟ لا والله ما اكتفاش بكده. امال يا برازيليوس ايه تاني؟ هتعمل ايه تاني؟ قال لك ده انا كمان بعد بحث 3 سنين واكتر اتوصلت لنظريه، ومضطر ان انا احطها لكم يا جماعه، والله انا بجد مضطر ان انا احطها لكم. يا عم سيبنا في حالنا، لا والله ابدا. اهو قام برازيليوس قام عامل نظريه اسمها نظريه القوى الحيويه. نظريه القوى الحيويه دي تبع مين؟ تبع برازيليوس، اللي اول ما نقسم المركبات لايه؟ لعضوي وغير عضوي. تمام. نظريه مين؟ القوى الحيويه. ايه بقى نظريه القوى الحيويه؟ انا اكتب التعريف وبعد كده نفهم. تمام. تمام. قال لك والله تعريف نظريه القوى الحيويه اللي عملها عمك برازيليوس ان المركبات العضويه بتتكون داخل جسم الكائن الحي بواسطة اللهو الخفي. ايه اللهو الخفي؟ بواسطة قوة حيوية. وبس كده؟ قال لك لا مش بس كده، ولا يمكن تحضيرها في المعامل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه المركبات العضوية موجودة بس داخل أجسامنا بواسطة قوة الحياة ولا يمكن تحضيرها في المعامل؟ أصل هو قال لك إن هي موجودة داخل الكائنات الحية. تمام. فأنت ككائن حي إيه اللي بيميزك عن السبورة دي؟ الحياة، الروح اللي ربنا حاططها فيك. طيب هل أنت عارف الروح دي عبارة عن إيه؟ هيئتها إيه؟ موجودة فين؟ أي حاجة؟ لا. أنا هعرف منين؟ بالظبط. فده بالظبط اللي قاله عمك مين؟ برازيليوس في نظريته نظريه القوى الحيويه، ان المركبات بتتكون داخل اجسامنا بواسطه قوى الحيويه ولا يمكن تحضيرها فين؟ في المعمل. فالعلماء بعد ما برازيليوس حط نظريته فعلا بعدوا عن موضوع ان هم يحضروا مركبات عضويه، وسابوا الموضوع فتره كويسه يعني، وقالوا خلاص ده استحاله يا عم نحضر مركب عضوي في المعمل. هنحضر مركب عضوي ازاي؟ الراجل بيقول كلام زي الفل، يعني بذمتك مين هيجي يحضر سهم عليه الحياه؟ استحاله.
تمام. لحد ما جه عمك الألماني فهلر، تاني واحد معايا، ركز لي في الكلام. تاني واحد معانا مين؟ عمك مين؟ فهلر اهو. عمك مين؟ فهلر. بيقول لك ايه بقى فهلر؟ قال لك فهلر ده وجه ضربة قاضية لنظرية القوى الحيوية. فهلر ده دمر نظرية القوى الحيوية. الله، يعني ايه دمر نظرية القوى الحيوية؟ ده معنى كده، يعني معنى ان هو دمرها ان هو قدر يحضر حاجة. طب فين يا عم فولر تحضيراتك؟ ولا انت بتتكلم على اساس ايه؟ قال لك لا، ما استنى عليا كده. ده انا لو جيت سخنت، خد بالك من سخنت دي، محلولي كلوريد الامونيوم وسيانات الفضة، بكده هكون قدرت ان انا احصل على اول مركب عضوي، الا وهو اليوريا، او ليها اسم تاني البولينة. طبعا اول ما حد فيكم سمع اليوريا قال ايوه عارف دي عباره عن بوليساديات. لا يا حبيبي، هي مش عباره عن بوليساديات، هي عباره عن مكون من مكوناته. يبقى انا عندي اليوريا دي اهي مكون من مكونات بول ايه؟ الثدييات، عباره عن حته مكون من المكونات. طيب ايه برضو الكلام اللي انت كتبتيه ده؟ ما فهمتش حاجه. يعني هو برضو ازاي حضرها؟ انت قلتي سخن مش عارفه ايه ودخلتي في الكلام على طول. طيب انا قلت لك سخن محلولي كلوريد الامونيوم وسيانات الفضه. ها، المفروض انت ورا الكاميرا اقول رمز كلوريد الامونيوم بتقول، يعني مش مستنيني اقول، وورقه وقلم معاك كمان. كلوريد الامونيوم رمزها ايه؟ NH4Cl، ادي رمز كلوريد الامونيوم. معاها مين قلت لي؟ سيانات الفضه، ادي الفضه AG والسيانات CNO، سيانات CNO. امال اللي جت في بالك التانية اللي هي سيانيد CN بس، تمام؟ امال سيانات CNO. طيب وقمت واخدهم كده وعامل تبادل مزدوج عادي جدا. تبادل مزدوج اللي هي التفاعل العادي الوسط بتاعنا. ايه اللي هيحصل؟ الاي جي هتاخد السي ال والان اتش 4 هتاخد السي ان او. هيبقى التفاعل ماشي ازاي؟ ادا الاي جي سي ال زائد الان اتش 4 سي ان او. يعني انا خدت محلولي كلوريد الامونيوم وسيانات الفضه وعملت التفاعل، اداني كلوريد الفضة سوليد صلب راسب ابيض. راسب ايه؟ ابيض. من الباب التاني باذن الله هناخد ده بالتفصيل. زائد سيانات الامونيوم، زائد سيانات الامونيوم برضو ايه؟ محلول اقص. تمام. تمام، كلام جميل. ايوه بقى، فين اول مركب عضوي؟ فين اليوريا؟ ما شفتوش يا ابني. ما انا قلت لك شرط اساسي للمعادله دي التسخين. يعني انت هتاخد مره تانية سيانات الامونيوم ال NH4 CNO وهتروح تسخنها، او هنعمل لها حاجه اسمها اعاده التشكيل. إعادة إيه؟ التشكيل. هيدينا إيه بقى؟ يعني إيه إعادة تشكيل أول؟ بص يا باشا، المركب ده هو نفسه
لا هنزود ولا هننقص فيه حاجة. يعني في كام ان؟ 2، يبقى هيفضل فيه 2. 4 اتش هيفضل فيه 4 سياية واحدة، وهكذا نفسه بس هنغير في شكله. يعني ايه بقى هنغير في شكله؟ اقول لك على حاجة. انت عندك كام سي؟ قلت لي سياية واحدة. قلت لك طب خلاص تعالى اكتب لي سياية واحدة اهي. كلام جميل. عندك كام ان؟ قلت لي والله ده انا عندي 2 النيتين. خلاص حط واحده يمين وحط واحده شمال. معترض على حاجه؟ قلت لي لا اهو. طيب طب عندك كام اتش؟ 4. قلت لك خلاص حط 2 يمين وحط 2 شمال اهو. طيب عندك كام او؟ قلت لي واحده. قلت لك خلاص خليها مع السي اهو. ايه انت ايش عرفك اللي انت هتاخدي مع الان 2 ومع السي او واحده كده، والمنظر اللي انت عملتيه ده؟ عملت الروابط دي على اساس ايه؟ على اساس حاجه مهمه جدا. قبل ما اقول هي ايه خليك معايا ان احنا كده حضرنا اليوريا، اول مركب عضوي في المعمل. حضرنا مين؟ اليوريا، اول مركب عضوي في المعمل. طيب كتبته بالشكل ده على اساس ايه؟ على اساس يا حبيبي اللي انت عندك النيتروجين، او بنلجأ كده لحاجه اسمها قاعده التكافؤ عشان نرسم المنظر ده. اللي هو ايه بقى؟ عندك النيتروجين لازم أن يكون حواليها 3 روابط، الشقلب بيكون حواليها 3 روابط، الكربون يكون حواليها 4 روابط، الهيدروجين يكون حواليها رابطه واحده، الاكسجين يكون حواليه رابطتين، الفلور كلور بروم اي هالوجين يكون حواليه رابطه واحده. فقاعده التكافؤ دي معاك ال 13 داس عضويه لا غنى عنها، اساسيه. طيب عشان كده اما انا جيت حطيت الاتشات والحاجات دي، الشكل ده اسمه صيغه بنائيه وهنوضحه بعد شويه. لا بصيت للان، انا ربطها بكام رابطه؟ مع السي رابطه واحده. انا لسه قايله لك ان ايه؟ 3 روابط محتاجه 2. حطيت لها اتش، حطيت لها اتش. بص كده بقت الان ماسكه في كام واحد؟ 1 2 3. لا خلاص انت تمام، شكرا. بقت الان دي تمام، والان اللي على اليمين زي الان اللي على الشمال. طيب تعالى نروح للسي. السي ماسكه في كام رابطه؟ احنا لسه قايلين ان السي اتشقلب وخليها ايه؟ رباعيه. طيب تعالى نعد الروابط. ادا 1 2 3 4. عندي كام رابطه؟ 4 روابط. لا خلاص تمام، يبقى انا عندي كده السي تمام. ادا 1 2 3 4. طيب وانا قايله الاو يبقى ايه؟ ثنائي. الاو لازم تمسك بكام رابطه؟ رابطتين. ادا الاو ماسكه مع السي بكام رابطه؟ رابطتين. لا يبقى انا كده صح 100%. يبقى انا كده صح ايه؟ 100%. وكمان نكتبه زي ما الكتاب كاتبه. الكتاب عامل ايه؟ مجمعهم. حاطط لك السي او في النص، والان اتش 2 يمين، والان اتش 2 شمال. مش راسمها بس كده، انا بس حبيت اوضح لك قاعده التكافؤ دي عشان كل شويه هناخدها. يبقى انا عندي السي او في النص، ان اتش 2 يمين، ان اتش 2 شمال. ده مين؟ اليوريا. وممكن يجيلك في الاسئله بشكل تاني. هتلاقي عندك اسئله مثلا جايب لك سؤال السي او ان اتش 2 باي 2. هو عمل لك ايه هنا؟ ايه السؤال اللي هيجي هنا؟ كان جايب لك والله سؤال المركب ده اسمه كربامين، له اسم تاني واكتب له محاضرة تعديل معادلة تحضير. ايه هو الاسم التاني؟ طب مش هو ده هو ده، ولا هنشغل 3 هاش ما خدناهاش ما شفناهاش ما نعرفهاش؟ هو ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ان هو خد ال NH2 وال NH2 جمعهم مع بعض وعملهم باي 2 كتب لك السي او في النص. يبقى ناخد بالنا الثانويه العامه هو بيلعب لك على حاجات بسيطه زي دي. فبقى CO NH2 باي 2. يبقى احنا حضرنا اليوريا، واليوريا دي ماده صلبه. تعالى لي كده ان اليوريا هنا ايه؟
مادة صلبة، يعني تحول من محلول أقوس لمادة صلبة. يعني أنا قدرت إن أنا أحضر اليوريا بإيه؟ محلولي مين؟ كلوريد الأمونيوم وثانات الفضة، سخنتهم، لازما شرط التسخين. طيب كلام جميل. اداني ايه؟ اداني كلوريد الفضه سوليد، ماده صلبه. يعني انا كان عندي في المعادله كلها 2 مواد صلبه، اليوريا اللي انا عامله المعادله دي كلها عشانها، ورقم 2 كلوريد الفضه رص بالابيض. وبعد كده الباقي كله كان ايه؟ كان املاح. الثانويه العامه، الثانويه الازهريه طبعا مش فارق معاهم كل التفاصيل دي، لكن الثانويه العامه فارق معاك وان انت تبقى فاهم انهي المحلول وانهي الصلب وانهي كل حاجه. كل حاجه احتمال سؤال يجي يسالك فيه. كلام جميل. طيب يبقى انت كده فوهلر عمل ايه؟ والله زي ما انا قلت لك كده، فوهلر ادى ضربه قاضيه لمين؟ لبرازيلياس، ودمر النظريه بتاعته دي، وقال له يعني ايه؟ يعني مش هقدر احضر مركب عضوي، انا محدش يقول لي مستحيل، مستحيل دي مش في قاموسي. وقام قدر ان هو يحضر اول مركب عضوي اللي هو مين؟ اليوريا، بتسخين محلولي كلوريد الامونيوم وثيانات الفضه. تمام؟ تمام. طيب نصلي على النبي كده ونجمع معلوماتنا تاني بعد ما نمسح الصابون. تعالى يا ابو السلام. تمام، يبقى تعالى كده نجمع. عمك فوهلر عمل ايه؟ والله يا عمك فوهلر عمل كام حاجه جمال جدا. اللي هو عمل ايه؟ احنا بنتكلم على مين الاول؟ فوهلر. عملت ايه يا فوهلر؟ قال لك ده انا دمرت نظريه القوى الحيويه. انت بتقول ايه؟ انت بتكلمني عادي كده؟ انت بتندهني باسم عادي كده؟ ده انا دمرت نظريه القوى الحيويه. ازاي يا عم فوهلر؟ قال لك اللي انا اول من حضر اول مركب عضوي، اللي هو كان مين؟ اللي هو كان اليوريا او البولين. وقلنا ايه يعني ايه اليوريا؟ هو مش عبارة عن بوليساديات، هو مكون من مكوناته. تمام. طب بعد اما فوهلر عمل الكلام الجميل ده، ايه اللي حصل؟ فتح باب التصنيع على مصراعيه، فتح الباب للعلماء ان هم يحضروا اي مركب عضوي. ما هو العلماء ايه؟ انت عارف ايه؟ زي ما انت مثلا تفتح ايه؟ براند حاجه جديده مش معروفه، حاجه جديده، اتكلمت في حاجه ما كانتش موجوده قبل كده وحصل لك نجاح جامد جدا، قامت الناس كلها خلاص بيتجهوا للمجال ده. صح؟ يعني ده الطبيعي، دي طبيعتنا وفطرتنا، يعني سبحان الله. فهو اللي حصل بالظبط، العلماء عملوا كده مع فوهلر. اول ما حضر مركب عضوي، خلاص بقى كده سلام نظريه القوى الحيويه، احنا هنقدر نحضر اي حاجه. وتم تحضير مركبات عضويه بعدد لا حصر له. وبسببه قدرنا نعرف حاجه مهمه جدا، ركز لي عليها كده. قدرنا نعرف ونسمي معرفه وتسميه المركبات العضويه على حسب، خد بالك من الكلمتين دول، على حسب البنية التركيبية، شكلها يعني، هيئتها، عددات القوام، كل الحاجات دي، وليس على حسب المصدر. ايه ده وليس على حسب المصدر؟ او انا سمعت كلمه المصدر دي فين؟ سمعتها مع برازيلياس لما قال لك ان المركبات العضويه هي المركبات اللي احنا هنشوف المصدر جاي بتاعها منين ونكتبها زيها، لا اصل نباتي او حيواني. يعني قصده مين؟ بيلقح على برازيلياس. تمام. تمام. يعني ايه برضو؟ يعني انت عمك برازيلياس كان بيعمل ايه؟ كان بيجيب الحمض من النمل، بس حمض نمليك، بيجيب الحمض من الخل، حمض الخليك، اللي هو ماشي ايه، شوف لو جايبه من الاسد حمض الاسيتيك، بجد والله مش بهزر. هو بيشوف هو طلع من ايه وبيسميه على ايه، على اساسه، على اساس مصدره اللي طلع منه ايه. طيب افرض مثلا اللي احنا عندنا في مصر بنقول على الاسد اسد، وبره مسمينه حاجه تانية، اللهجه بقى المغربيه، كل ده الكيمياء راحت. فكانوا لازما طبعا يجيبوا حاجه تجمع العالم كله. هنتكلم عنها بالتفصيل المرة الجاية، ولكن يعني مبدئيا هي ده معنى البنية التركيبية. البنية التركيبية
يعني مثلا انت عندك حمض الخليك ده CH3 COOH، مش ده حمض الخليك اهو. تمام. ده طبعا لمين؟ لبرازيليوس. فوهلر بقى والعالم كله هيسموه ازاي؟ لا ده هيسموه على عدد ذرات الكربون. في كذا حاجه بنتسمى على اساسها. اختصارا لو انا شفت COOH ده بيرمز لكلمه حمض، ان الماده اللي قدامي دي حمض. تمام تمام، يبقى حمض. طيب ده حمض ايه؟ ده حمض ميثانويك، ايثانويك، بروبانويك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ايه الكلام؟ ايه ميثانويك، ايثانويك، بروبانويك ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ده على الكلام ده 1 2 3 4 باللاتيني. الكلام اللي انا بقوله 1 2 3 4 باللاتيني. طيب يعني ايه؟ يعني احنا هنا بنعد عدد ذرات الكربون، وبعد كده بنقول ده اسمه حمض كذا بعدد ذرات الكربون، اللي هو لو ميث يبقى ميثانويك، لو ايث يبقى ايثانويك. يعني ايه ميث؟ يعني في ذرتين كربون. يعني ايه ايث؟ عذرا، ميث يعني في ذرة كربون واحدة. يعني ايه ايث؟ يعني في ذرتين كربون. يعني ايه بروبانويك؟ يعني في 3 ذرات كربون. تمام. فانا عندي ده بقى اللي ماشيين عليه حسب البنيه التركيبيه، انت فيك كام ذره كربون وانا هعد واقول حمض كذا، ميثانويك، ايثانويك، بروبانويك، كل الكلام ده. لكن مش هتيجي تقول لي حمض الخليك، حمض النمليك، حمض الاسيتيك، الكلام ده مش نافع. تمام تمام. يبقى هو من الحاجات المهمه جدا ان هو عملها، بنقدر نعرف المركب على حسب بنيته التركيبيه وليس على حسب ايه؟ مصدره. تمام، كلام جميل. هل احنا بعد الكلام اللذيذ اللي احنا قلناه ده نقدر نعرف ايه هي الكيمياء العضوية؟ ما احنا بقالنا ساعة بنقول مقدمة. نعرف بقى نعرف ايه هي الكيمياء العضوية. الكيمياء العضوية او ليها اسم تاني، كيمياء الكربون. والله اصلا اول ما حد شاف كيمياء الكربون قال لي يعني هي قايمه على عنصر الكربون على الاغلب، قلت له لا، هي قايمه على عنصر الكربون بشكل اساسي. اساسها بتتكون بشكل اساسي من الكربون. تمام تمام تمام. طيب تعالى برضو نعرف ايه هي الكيمياء العضويه. طيب قال لك في التعريف هي مركبات بتتكون بشكل أساسي من ذرة الكربون، وبتعرف على أساس بنيتها التركيبية وليس مين؟ وليس على أساس مصدرها كما زعم عمك مين؟ بارازيليوس. تمام. يعني انت برضو بتقولي ان الكيمياء العضوية قايمة على عنصر واحد هو الكربون. قايمة على عنصر واحد الكربون. يعني لو المركب قدامي ما فيهوش كربون ما يبقاش عضوي؟ استحالة. احنا الكيمياء العضوية كيمياء الكربون اساسي فيها السي دي تكون موجودة، بس قالك باستثناء كام حاجة كده. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. احنا قلنا اي مركب عضوي اساسي لازم كده يكون فيه عنصر مين؟ الكربون. طيب باستثناء 6 حاجات. ايه بقى الحاجات المستثناة دي؟ عد معايا. عندك يا سيدي اكاسيد الكربون، اول وثاني اكسيد الكربون،
الاتنين دول لو شفتهم في مركب لا، ما ده في سي اهي، ده في سي اهي، وانت قلت اي حاجه فيها سي يبقى مركب عضوي، لا. بس لو شفت اكسيد الكربون الاول او الثاني يبقى ده مركب غير عضوي. طيب حاجه تانية كمان، الكربونات CO3 والبيكربونات HCO3، ها فيها سي بس دول استثناء، لو انا شفتهم يبقى ده مركب غير عضوي. حاجه تانية كمان بحب اقولها، اي حاجه فيها CN، اي حاجه فيها CN. طيب السيانيد، سيانيد CN، لا ده مركب غير عضوي. السيانات CNO مركب غير عضوي. الثيوسيانات SCN مركب غير عضوي. يبقى انا عندي المركب العضوي اي نعم لازم أن يكون فيه الكربون، بس لو شفت الستة دول يبقى ده مركب غير عضوي. طب مثال، NH4 CNO، ها سيانات الأمونيوم، ده مركب عضوي ولا غير عضوي؟ ها عضوي ولا غير عضوي؟ لا غير عضوي. غير عضوي ليه؟ ده فيه كربون اهو. الكربونات دي بتعمل ايه؟ ما دي من الحاجات المستثناة. تمام؟ يبقى خلاص احنا فهمنا يا نعم اسمها كيمياء الكربون وبتتكون بشكل اساسي من الكربون والكلام الجميل ده، بس ما عدا مين؟ الستة دول. طيب سؤال كده، بما ان الكيمياء العضوية قايمة على عنصر واحد وهو الكربون، طب باقي الجدول الدوري ال 117 عنصر الباقيين، باقي ده كله الكيمياء العامة أو الكيمياء غير العضوية؟ طب لو أنا أسألك سؤال، أنت دلوقتي عندك الكيمياء العضوية قايمة على عنصر واحد وهو الكربون، والباقي كيمياء عامة أو كيمياء غير عضوية، يبقى أنهي الأكتر؟ اللي قايمة على عنصر واحد ولا اللي قايمة على عناصر كتير؟ أكيد طبعا اللي قايمة على عناصر كتير. ده المفهوم الصح، وده التفكير الصح وكل الكلام اللذيذ ده. بس جم لقوا ان المركبات العضويه سابقه بكتير، وان الكربونايه لوحدها دي عامله مركبات 20 مره قد المركبات الغير عضويه. طب ازاي؟ قال لك والله مش ازاي ولا مش ازاي، هي احصائيات. هم لقوا دلوقتي ان المركبات العضويه بتزيد عن 10 مليون مركب عضوي. ده في وقتنا الحالي المركبات العضوية بتزيد عن 10 مليون، وده كمان نسخة قديمة، ده الوقت معديين. طيب بينما المركبات الغير عضوية اللي هي باقي الجدول، انت متخيل العدد؟ لا يزيد عن نص مليون مركب عضوي. اوبا، انت شايف الفرق؟ 10، احنا في وقتنا الحالي البلاستيك ده ايه؟ مركب عضوي. الهدوم اللي انا لابساها دي ايه؟ مركبات عضويه. الكوزماتكس اللي احنا بنحطها على وشنا دي ايه؟ مركبات عضويه. يبقى انا عندي كل حاجه في حياتي للدرجه دي توصل ل 10 مليون مركب عضوي، الكربون واحد بس هو اللي عمله. بينما المركبات الغير العضويه نص مليون. طب ليه؟ قبل ليه؟ سؤال بيجي للثانويه الازهريه، اوجد النسبة بين المركبات العضوية إلى المركبات الغير عضوية. نسبة المركب العضوي والغير العضوي قد إيه؟ والله إحنا عارفين بنقسم على صغير، يعني المفروض 10 على نص إلى نص على نص، يبقى هنا 20 إلى 1. يعني كل 20 مركب عضوي تم إنتاجه قصاده مركب غير عضوي واحد. نسبة كبيرة، نسبة كبيرة جدا، نسبة مهولة، 20 ل1. طب إيه بقى اللي يخلي الكربون جامد كده؟ أو يعني إيه اللي يخليه واحد كسب 117؟ إزاي؟ إزاي بقى؟ هنقولها إيه؟ بعد ما نمسح السبورة. إحنا وقفنا ليه الكربون قدر يكون كل المركبات دي؟
ليه قدرة الكربون ان هو يكون 20 مركب بالنسبة لباقي الجدول كانوا قادرين ان هم يكونوا المركبات غير العضوية، المركبات العضوية غير العضوية 20 لواحد. ليه النسبة الكبيرة دي؟ قال لك والله ان الكربونية دي قادرة ان هي بتعرف ترتبط. يعني ايه بتعرف ترتبط؟ انتوا عارفين ايه مقولة ايه؟ الست اللي على حق ما تقولش الراجل حلو. لا، هي دي ذرة الكربون. ذرة الكربون شغالة معانا بالمبدأ ده، الست اللي على الحق ما تقولش الراجل ايه الحلو. لا، وانا بحب ايه ابدلها يعني، بس بلاش بقى عشان معانا رجاله. طيب يعني ايه برضو؟ يعني الكربونية ديت ماسكة في اي حد، اي حد بتمسك فيه عادي شغال، ساري عربي شحات وحش حلو شغال ماشية معاه. طيب ازاي برضو؟ والله انت عندك ذرة الكربون دي، لو انا قلت لها يا ذره يا كربون انت حواليك 4 روابط صح؟ قلت لها امسكي لي برابطه احاديه مع كربونيه تانية معلش، قالت لك والله ما عنديش مانع، ده كربونيه مع كربونيه اهو. طب يا ذره الكربون معلش تاني، تعرفي تمسكي كربونايه مع كربونيه برابطه ثنائيه؟ قالت لك والله يعني اوبن مايند وكل حاجه جميله اهو. طب يا كربونايه هنتقل عليكي، تعرفي تمسكي معاه برابطه ثلاثيه؟ يا سلام اهو، ان شاء الله مفيش حاجه معطلاها. طب همسكك بحاجه غير الكربون، تعرفي تمسكي باو؟ قالت يا اهو، اداسي رابطه ثنائيه او، اللي انت عايزاه كله شغال يا باشا. يبقى ايه؟ والله العظيم قادره ان هي ترتبط كتير جدا، بتعرف ترتبط كويس. يبقى ده سبب ان الكربون كون لي كل المركبات دي. يبقى بسبب رقم 1 قدره ذره الكربون على ايه؟ الست اللي على الحق ما تقولش راجل حلو، لا، على ايه؟ على الارتباط ببعضه او غيره بروابط. عندك احاديه اهي قدامك اهي، بروابط ثنائيه شغاله، بروابط ثلاثيه شغاله، مسكت مع غيرها بروابط ثلاثيه ايا يكن شغاله برضه. يعني ممكن اعمل بدل السي دبل بوند او سي تريبل ان عادي يعني شغال. يبقى سبب قدرة ذرة الكربون على الارتباط ببعضها او غيرها بروابط احاديه ثنائيه ثلاثيه. يا كربون هتعملي كده بس؟ لا يا عم، انا قلت لك بقى اللي فيها، انا قادره ان انا ارتبط وعندي علاقات كتير. طب ايه تاني؟ رقم 2، ده انا قادره كمان اللي انا اكون لك سلاسل مستقيمه، او لها اسم تاني بين قوسين كده مستمره، او اقدر ان انا اكون لك سلاسل متفرعه. طب بس كده؟ لا، ده انا قادره كمان ان انا اكون لك حلقات. يا سلام، ده كله هتعمليه؟ قالت لك والله. طب هتكوني لي كده سلاسل يعني ايه؟ هتكون لي سلاسل مستمره او مستقيمه. انا هرسم وانت تقول. لو انا معايا كربونايه ماسكه في كربونايه ماسكه في كربونايه ماسكه في كربونايه، دي سلسله مستقيمه ولا متفرعه؟ اجيب لك عيل في ابتدائي بسلسله مستقيمه، كربونايه ماسكه في كربونايه ماسكه في كربونايه ماشيين عاملين كده سلسله مستقيمه، او بيسموها مستمره. طيب السلسله المتفرعه، السلسله المتفرعه، بص، التفرع بيبقى من النص مش من الاطراف. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت لك رسمت لك، نزلت من هنا كده بكربونايه، انا نازله من هنا؟ لا، انا نازله من هنا؟ لا، وهنشرح دلوقتي. امال انا نزلت منين؟ من النص. دي عامله زي ايه؟ ادي معاك سلسله او عجينه او اي حاجه، خلينا في سلسله او حبل مفرودين اهو. ادي الحبل اهو تمام، جيت من النص ربطت خيط نازل. طيب انا ايدي كانت متنيه كده فردتها، هل الخيط متأثر اتفرد معانا؟ لا، هو زي ما هو نازل ايه مدلدل. يبقى دي معناها سلسله متفرعه تمام من النص. طيب لو انا جيت رسمت لك كده اداسيه واداسيه واداسيه، ونزلت من هنا كده ايه سي،
ها، السلسلة دي مستمرة مستقيمة ولا متفرعة؟ متفرعة. حيوان اللي قال كده، اللي قال كده ايه؟ حيوان. ليه حيوان؟ مش انا قلت لك من عند الاطراف ما اسمهاش تفرع؟ من عند الاطراف احنا بنتفرع من النص، من عند الاطراف مش تفرع. من عند الاطراف كأن السلسله ماشيه كده اهي، وقمت عامله كده. ها، طب اعدلها، اعدل لي كده ايدي، اتعدل. نزلها، نزل. كأني تنيت السلسله، تنيت ايدي. فاهم؟ فهي مش تفرع، لا ده مجرد بعدل واحط، بعدل واحط عادي. طيب اتاكد ازاي من الكلام اللي انا بقوله ده؟ يا عم طول ما القلم ماشي معاك كده اهو، اهو، دي كلها ايه؟ في خط واحد يبقى سلسله. طب هنا شوف، انت مضطر تمشي وبعد كده تنزل كده بحاجه كده من النص، ده كده من النص. لكن دي هي دي، 1 2 3 4، هي دي قبل التفرع يعني. دي هي دي. تمام. تمام. الحته دي بتغلطوا فيها كتير. ها، اللهم قلت ايه؟ اللهم فشل. بلس ان الحته دي تكتبها كده في ورقه ملاحظه عندك كده، تعملها العضويه تبقى معاك كده للاخر. تكتب لي كده حته السلسله المتفرعه والمتنيه والمستمره والحته دي فيها، عشان يا عزيزي انت بتغلط. طيب، يبقى هي كده قدرت ان هي ترتبط مع بعضها وتكون سلاسل مستقيمه، قدرت ان هي تكون سلاسل متفرعه. طيب، بس كده انا لسه عندي القدره على الارتباط. هعمل لك حلقات. طيب، هتعملي حلقات ايه؟ والله قال لك انت عندك الحلقات نوعين: متجانسه وغير متجانسه. يبقى انا عندي الحلقات متجانسه وغير متجانسه. اقول لك على حاجه، انا مش هشرح معناها، انا هكتفي بالرسم وانت تقول لي دي متجانسه ولا غير متجانسه. تمام. تمام، يلا. ادي عندك دي المتجانسه، او مش دي، انا راح اديك الاجابه. ادي رسمت لك حلقه عباره عن كربون 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 كربون. ها، دي متجانسه ولا غير متجانسه؟ لا، دي متجانسه. دي متجانسه ليه؟ لان جميع اركانها كربون فقط. لان جميع اركانها كربون، دي عباره عن كربون بس يا باشا. طيب، حلقة غير متجانسة قلت لي، بس أكيد دخل حاجة تانية مكان الكربون، وهذا هو إيه المعنى. إحنا عندنا الحلقة الغير متجانسة، أدي كربوناية 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 نيتروجين مثلا. دخلنا إيه؟ حاجة تانية غير الكربون، بقت حلقة غير متجانسة، يعني كربون وعناصر أخرى، نيتروجين، أكسجين، أي حاجة شغالة. طيب، يبقى تاني، شايف السبورة اللي قدامك دي كده؟ ليه ذرة الكربون قدرت ان هي تكون كل المركبات دي؟ قادرة ترتبط كتير جدا بسبب قدرتها على الارتباط بعضها وتكون روابط أحادية، روابط ثنائية، روابط ثلاثية. قادرة ان هي ترتبط تكون سلسلة مستمرة، سلسلة متفرعة. قادرة ان هي تكون حلقات متجانسة وحلقات غير متجانسة. تمام كده لحد دلوقتي؟ تمام.